السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هشرح لكم ان شاء الله ازاي هنقدر ندخل على المنصة الإلكترونية. علشان في ناس كتير بيقولوا نظام الامتحانات هيكون ازاي، وهل لازم ندخل من لابتوب وفي كاميرا وسماعات والحاجات دي. اكيد طبعا الاختبار بيتم عن طريق لابتوب موصل بكاميرا. تمام، يعني لابتوب عندنا او كمبيوتر. اللابتوب دايما عندنا اهو، هتلاقوا الكاميرا موجودة في اللابتوب اصلا. تمام، والسماعات طبيعي موجودة. طيب بالنسبة للناس اللي اول مرة سفارة وقلقانة، طب نظام الامتحانات هيبقى ازاي، هندخل ازاي، نعمل ايه؟ بشرح لكم بالتفصيل دلوقتي. بندخل من على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وبنفتح من متصفح جوجل كروم. انا عندي مسيفة صفحات الويب سايت هنا. ماشي، يعني عندنا دي البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، وعندنا المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. بتفرق بتفرق. يعني لو فتحنا البوابة الإلكترونية دي هنسجل من عليها حساب ولي الأمر، أما المنصة الإلكترونية دي اللي بتجيب لنا كل حاجة عليها. تمام، يعني مثلا هنضغط على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج ونفتح صفحة المنصة نفسها اللي بيبقى فيها كل حاجة، اللي هي الرئيسية وأخبار المنصة ونظام الامتحانات كل شيء. بتفتح معانا الصفحة بتاعة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج بالشكل ده. تمام، الرئيسية، أخبار المنصة، التسجيل على البوابة، تعلم معنا، ونظام الامتحانات، والدعم الفني، وسجل شكوى. طبعا كل ده موجود على المنصة الإلكترونية. تمام، وتم إعلان أرقام الجلوس لسه من كام ساعة بس. تمام، بندخل بقى على حساب ولي الأمر علشان نشوف رقم الجلوس والبريد الإلكتروني لحساب الطالب. تمام، يعني اللي هو البريد الإلكتروني الخاص بالطالب اللي هيدخل منه الامتحانات. بنفعل البريد الإلكتروني بتاع الطالب، يعني بيجي البريد الإلكتروني للطالب ومعاه كلمة مرور خاصة بالوزارة، فاحنا بندخل نغير كلمة المرور دي وبنعمل كلمة مرور خاصة بالطالب تكون سهلة وبسيطة عليه. تمام، بس بتبقى برضو يعني بحرف مثلا وأرقام معينة، بحيث برضو الطالب ما ينساش الباسورد بتاعه. طبعا احنا لما ندخل على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج هنا، لو دوسنا على التسجيل على البوابة، التسجيل على البوابة دي هيجيب لنا حاجات زي البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. ازاي؟ اللي هو التسجيل على البوابة، يعني بنسجل إما بحساب ميكروسوفت أو بنسجل بحساب جوجل اللي احنا بندخل من خلالهم ده أو ده لحساب ولي الأمر. يعني احنا لما نيجي ندخل اختبارات الطالب مش هندخل من على التسجيل على البوابة. تمام، هندخل من كلمة نظام الامتحانات كده. اوكي تمام يا جماعة. اي استفسار او اي حاجة ابعتولي على على الجروب بتاع الواتس، او على جروب الفيسبوك، او في التعليقات بتاعة اليوتيوب. تمام، بقول تاني يا جماعة، بلاش ندخل على التسجيل على البوابة ونسجل حساب الطالب عشان ما نتلخبطش، لان كده هيقولك هذا البريد مخصص للامتحانات ويعني وايه والدراسة. تمام، يعني مش هندخل من على التسجيل على البوابة خالص. بالنسبة لنظام الامتحانات، طبعا احنا لو دخلنا على كلمة نظام الامتحانات هنعرف ندخل ازاي بعد كده على الامتحانات. بس احنا دلوقتي لما ندخل على كلمة نظام الامتحانات طبعا مش هنلاقي امتحانات، لان الامتحانات لسه منزلتش. احنا هنلاقي حاجة فيديو شرح كامل لطريقة دخول الامتحان. تمام، وطبعا بندخل بنلاقي 4 مراحل. اول حاجة صفحة يعني خاصة كده موجود فيها طلاب الصف الأول والتاني والتالت الابتدائي وطلاب الدمج. وبالنسبة لطلاب الدمج اللي الناس مش عارفة يعني ايه طلاب دمج، اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب الحاجة التانية المرحلة الابتدائية،
ايه هي المرحلة الابتدائية؟ عندك صف رابع وصف خامس وصف سادس. المرحلة الإعدادية صف أول إعدادي وتاني إعدادي وتالت إعدادي. والمرحلة الثانوية أولى ثانوي وتانية ثانوي. تمام كده. وقت الامتحان برضو يا جماعة لازم احنا هندخل على كل مرحلة خاصة بالطالب. الطالب بيدخل يسجل بريد إلكتروني من خلال المرحلة اللي هو بيمتحن منها. يعني ابننا لو مثلا في 6 ابتدائي بندخل مرحلة ابتدائية وبنسجل الايميل بتاع الطالب والباسورد اللي احنا عملناه الجديد اللي هو كلمة المرور الجديدة اللي فعلناها تفعيل. يعني احنا بنغير الرقم او الباسورد اللي الوزارة بعتاه بيبقى اوله ايجيبت هاشتاج و5 ارقام. احنا بنشيله وبنحط يعني كلمة مرور جديدة، يعني بنغيره، نعمل تفعيل، يعني بنغير رقم الباسورد اللي هما باعتينه او كلمة المرور ايا كان الكلمة اللي الناس بتقولها او كلمة المرور، وبنحط رقم جديد او بنسجل رقم جديد. بالنسبة لما نضغط على نظام الامتحانات هيفتح معنا بالشكل ده، وعندكم فيديو شرح لطريقة دخول الاختبار. كل حاجة هتلاقوها على المنصة الإلكترونية. دخول الاختبار لازم يكون عن طريق كمبيوتر أو لابتوب. اتأكد إن الكمبيوتر على اتصال بكاميرا، أو لو لابتوب تكون الكاميرا شغالة. وصل السماعة وتأكد إن سرعة الإنترنت كويسة. ده طبعا الواي فاي. دخول الامتحان لازم يكون عن طريق متصفح جوجل كروم. اتأكد إنك عملت كل الخطوات السابقة. استخدام لابتوب أو كمبيوتر، وجود كاميرا، سماعة خارجية، سرعة إنترنت كويسة، جوجل كروم. دلوقتي طبعا الاختبار مش هيفتح من خلال اي حاجة غير لابتوب او كمبيوتر، علشان الناس اللي بتقول ما ينفعش تابلت، لا مش هينفع تابلت، هما قايلين من خلال لابتوب او كمبيوتر. وبرضو مش هينفع تدخلوا من خلال تليفون، مش هيفتح معاكم، فما تحاولوش يا جماعة عشان ما تبوظوش الدنيا. طيب بالنسبة للاختبار لازم يكون متوصل كاميرا، لان اول ما نيجي ندخل الاختبارات او اثناء لو عملوا اختبارات تجريبية زي السنة اللي فاتت قبل الامتحانات كانوا عاملين اختبارات تجريبية لتالتة اعدادي مثلا ل6 ابتدائي، حاجات زي كده. ليه؟ عشان كنا بنجرب المنصة. طيب لو حصل وعملناها عشان خاطر في ناس جديدة السنة دي، تمام، اثناء الاختبارات التجريبية بتخش بايميل الطالب وكلمة المرور الجديدة، تمام، وبتسجلي. ولو فاتحة من اللابتوب الكاميرا اللي في اللابتوب اللي هنا دي اهي بتروح منورة، ماشي، وبتجيب شكل الطالب، فلازم تتعرف على شكل الطالب، تمام، عشان يشوفوا هو نفس الطالب اللي مقدم في الاستمارة ولا لأ. وعشان كمان برضو الاختبار مش هيفتح معانا من مكان تاني غير خارج الدولة، يعني مش هيبقى من داخل مصر. الاختبارات دي معمولة لأبنائنا في الخارج. أبنائنا في الخارج يعني اللي هم مسافرين برا مع أهاليهم. فعلشان كده هم اسمهم أبناؤنا في الخارج. ليه؟ هنكون احنا أبناؤنا في الخارج ولازم نفتح من مصر، هو مش هيفتح من مصر لأن في ناس السنة اللي فاتت حاولوا يفتحوا لما كانوا في مصر بالفعل ما فتحش معاهم، تمام. دلوقتي في ناس بيقولوا طيب احنا المفروض نفتح الكاميرا طول الوقت في وقت الاختبار. ايوه طبيعي لازم نكون فاتحين الكاميرا طول وقت الاختبار، علشان بتبقى الطالب قاعد قدام الكاميرا يعني بيأدي الاختبار بتاعه. والاختبار بيبقى عبارة عن أسئلة، ماشي، على كل مادة. الأسئلة دي مثلا وليكن مادة اللغة العربية 20 سؤال، كل سؤال عليه اختيارات، بنختار السؤال بنختار الإجابة الصح من الإجابات اللي معروضة علينا. بعد ما بنقرأ السؤال كويس ونتأكد من إجابتنا بنختار الإجابة، وبعدين نضغط التالي لو الجهاز عندنا باللغة العربية، أو نضغط submit لو الجهاز باللغة الإنجليزية. طيب بعد ما بنعمل submit بنشوف السؤال اللي بعده، وهكذا لغاية لما بنخلص خالص. بعد كده بنعمل ايه؟ تسليم للاختبار. بعدها بحوالي 2 3 أو 5 دقايق بيكتبلك ان خلاص تم الانتهاء من الاختبار، تمام. السنة اللي فاتت كان الاختبار عبارة عن
اللي أقصده الاختبار كان بيبدأ من الساعة 9 الصبح، ماشي، والمفروض إن هو ينتهي 12 بالليل، بس هو كان بيقفل قبل الساعة 12، يعني على الساعة 11:30 كده بالكتير. اعملوا حسابكم إن الاختبار بيقفل. تمام. السنة دي لسه هنشوف نظامه ايه، وأكيد هينزلوا برضو على صفحة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج كل التعليمات. تمام. طبعا من ضمن التعليمات أو الحاجات اللي بننبه عليها إن الطلاب أول ما بيفتحوا الاختبار، ماشي، بلاش حركة كتير قدام الكاميرا عشان الاختبار ما يقفلش عليهم. نفس الموضوع برضو، لما تبدأ الاختبار لو ليكن انت فتحت الساعة 9، في عداد بيجيلك على الجهة مثلا اليمين أو الشمال حسب اللغة اللي انت هعملها على الجهاز. العداد ده لو حسبته يعني بيحسب لك زي 4 ساعات من وقت ما تفتح الامتحان. بتقدر تحل فيهم الأسئلة اللي معروضة، وليكن مثلا 15 سؤال أو 20 سؤال حسب الأسئلة اللي بتيجي. طيب بالنسبة لنقطة تانية مهمة، في طلاب طبعا تجريبي لغات، ما بيجوا يدخلوا لازم يركزوا وقت الامتحان بتاعنا مثلا، وليكن العلوم عندهم في ساينس، ماشي، باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، اللغة اللي الطالب ايه مختارها. طيب دلوقتي احنا دخلنا، لازم نركز واحنا بنختار، عشان السنة اللي فاتت ناس كتير جدا وقعوا في الأخطاء دي. ايه اللي حصل معاهم؟ واحدة مثلا كانت بنتها لغات، لما جت تدخل الاختبار بنتها اختارت العلوم بالعربي من غير ما تاخد بالها، وداست عليه ودخلت الاختبار. طبعا هم عدوها السنة اللي فاتت وقالوا تحل الامتحان وتخلصه باللغة العربية اللي هي اختارته، مع انها اصلا هي لغات، فالمفروض ما تخشش علوم، تدخل الساينس. ف خلصت الاختبار وسلمته، بعد كده تدخل على الايه، على الساينس. السنة دي ما نعرفش بقى هيعملوا حاجة زي كده تاني ولا لا، فعشان كده بننبه لازم 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 ناخد بالنا. يعني تنبهي التنبيهات دي على مثلا ابنك او بنتك وقت ما تيجي تخش الاختبار، تخلي بالك كويس جدا وانت بتختار. فاش حاجة لما نتأنى شوية واحنا قاعدين قدام الجهاز ونبص على اللغة اللي احنا المفروض بنمتحن بيها. لو احنا تربية وتعليم حكومي يعني او عام، بنختار علوم. تمام. لو احنا في الرياضيات بنختار رياضيات. اما لو احنا لغات بنختار بقى الساينس، بنختار الماس، وبنختار حسب اللغة التانية اللي احنا مختارينها. يعني انت دلوقتي مثلا وليكن مختار الفرنساوي، فانت عايز الامتحان يجيلك بالفرنساوي او بيجيلك بالانجليزي حسب ما بتختار اللغة اللي انت منزل بيها او هتمتحن بيها. نركز في الموضوع ده عشان ما يحصلش اخطاء. تمام. نكمل الفيديو. تقدر تبدأ الاختبار. افتح متصفح جوجل كروم، بعدين ادخل على الموقع exam.abroad.moe.gov.eg. اضغط على Sign in with Microsoft. اكتب اسم المستخدم. طبعا في النقطة دي احنا نقدر ندخل من على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج ونختار كلمة نظام الامتحانات، وبعد كده نختار دخول الامتحانات، أو نفتح متصفح جوجل كروم زي ما بيقولنا في الفيديو ونكتب كلمة exam.abroad.moe.gov.eg. تمام. وبعدين بندخل نسجل حساب الطالب هنا وندوس نيكست، وبعدين بعد نيكست بندخل نسجل كلمة المرور اللي احنا فعلناها، يعني ايه الكلمة الجديدة بتاعت الطالب. تمام. وبعدين بندخل الاختبار. اكتب اسم المستخدم، دوس نيكست وكلمة السر .moe.gov.eg. اضغط على Sign in with Microsoft. اكتب اسم المستخدم، دوس نيكست وكلمة السر، وبعدين اعمل ساين ان. دوس نيكست. هتقدر تسجل رقم تليفونك او ايميل بديل ليك، نقدر نساعدك من خلالهم لو نسيت الباسورد الاصلية الخاصة بيك. هتضغط على لينك Set It Up. طبعا ده علشان
تفعيل الحساب برضو، يعني احنا لما ندخل رقم تليفون او نسجل عفوا رقم تليفون خاص بينا، الرقم ده بنقدر من خلاله لو حصل اي حاجة لإيميل الطالب بنقدر نسترجعه. نسجل برضو ايميل اللي هو جيميل. تمام. بنقدر ان احنا من خلال تسجيل الحاجتين دول الرقم التليفون والايميل نقدر ايه نسترجع اي حاجة تخص ايميل الطالب لو حصل اي مشكلة. تمام. وده بالاخص بيحفظ لنا المعلومات بتاعة الطالب. طبعا بيتبعت رسالة على الفون، تمام، في الرسايل علشان نكمل التفعيل بتاع ده، وبيتبعت برضو رسالة على الجيميل عشان نكمل تفعيل نفس الايميل ده. يعني احنا بنبعت على الفون وعلى الايميل. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ فينش. up now. اضغط على كلمة finish. اضغط على يس. اضغط على كلمة الاختبارات، وعلشان تعمل مشاركة للشاشة اضغط على كلمة شير. لازم تتأكد من وضوح الصورة. طبعا احنا هنا بنعمل شير عشان يتأكد ان انت مش فاتح اي متصفح عندك خالص غير جوجل كروم. تمام. بالتأكيد ان انت داخل الاختبار، مش هتفتح اي حاجة تانية غير الاختبار وبس. لو صورتك مش واضحة هتستنى حد من المشرفين يدخلك الاختبار. لو الصورة واضحة هتدخل الاختبار على طول. هتدخل على احنا ليه هنا بنقول لو الصورة واضحة ماشي بندخل الاختبار، لو مش واضحة بنستنى حد يدخلنا، لان احنا بنطلب تعديل صورة الطالب علشان الصورة بتاعت الطالب دي الريبورت هو اللي بيتعرف عليها طبعا بعد كده، وهو اتعرف خلاص على الطالب يبقى هو الطالب ده ان شاء الله بيخش وبيتم الامتحان. عشان كده احنا قلنا نحدث الصورة ونبعتها بشكل ايه واضح. هتدخل الاختبار على طول. هتدخل على قائمة الاختبارات وهتختار من المشرفين يدخلك الاختبار. لو الصورة واضحة هتدخل الاختبار على طول. هتدخل على قائمة الاختبارات وهتختار الاختبار واضغط بدء الاختبار. بعد ما الاختبار يبدأ هتلاقي عدد الأسئلة واسم الاختبار ومدة الاختبار والأسئلة اللي انت طبعا دي عدد الأسئلة عندنا اهي. تمام. هو ده زي كمثال، هو السؤال الامتحان مش هيجي من 6 أسئلة يعني، بس ده كمثال لشرح الأسئلة بتيجي ازاي. تمام. وهنكمل الفيديو دلوقتي مع بعض. طيب بالنسبة للدقايق اللي أنا حكيت لكم عليها بتجيلكوا على اليمين أو على الشمال حسب ما انت عامل اللغة بتاعت الجهاز. طيب هي دي الدقايق. الدقايق دي بتبدأ تعد من وقت ما بنفتح الاختبار. تمام. يعني وليكن احنا فتحنا الساعة 9 الصبح بيبدأ يعدلنا. لو هما كمثال على الفيديو ده جايبين لك 180 دقيقة، بيبدأ يعد بالتناقص من عند 180 يبدأ يعد 179 178 لغاية لما يعرفك خلاص يعني فاضل مثلا زي 15 دقيقة 10 دقايق والاختبار يقفل. فلازم خلال التوقيت والعداد ده اللي شغال نركز فيه ونركز في الاختبار بتاعنا، وهو الوقت معانا مسموح يعني الوقت أكيد كيف إن شاء الله. جاوبت عليها وحالة الأسئلة. خريطة الأسئلة، ودي من خلالها هتقدر تعرف الآتي: اللون الأزرق الاختبار والأسئلة اللي انت الاختبار يبدأ هتلاقي عدد وهتختار الاختبار واضغط بدء الاختبار. بعد ما الاختبار يبدأ هتلاقي عدد الأسئلة واسم الاختبار ومدة الاختبار والأسئلة اللي انت جاوبت عليها وحالة الأسئلة. خريطة الأسئلة، ودي من خلالها هتقدر تعرف الآتي: اللون الأزرق يعني السؤال الحالي، اللون الأخضر يعني الأسئلة اللي انت جاوبتها، اللون الأبيض الأسئلة الغير مجابة، اللون الأصفر الأسئلة المؤجلة، اللون الرمادي الأسئلة التي لم تعرض بعد. مكان عرض الأسئلة، مكان الإجابة، تأجيل السؤال، السؤال التالي. لما تجاوب على السؤال وتكون متأكد من الإجابة تقدر تضغط. طبعا مكان عرض الأسئلة ده يعني مثلا وليكن بيقولك رقم 1 السؤال ماشي، وهنا مكان الأجوبة يعني بيجيبلك الاختيارات اللي المفروض تختاري منهم إجابة. تمام. يبقى هنا السؤال في المربع ده، وتحت هنا الإجابات وبنختار منها وليكن إجابة، بنعلم قصاد الإجابة بالماوس ماشي، وبيجيلنا علامة مثلا صح قصاد الإجابة اللي احنا اخترناها. تمام. احنا لو مش متأكدين من السؤال ده احنا مش متأكدين من الإجابة بتاعته بنعمل ايه؟
بندوس على كلمة تأجيل السؤال اللي هي باللون البرتقاني ده. ماشي. لو احنا متأكدين بس من السؤال خلاص بنعدي وبنعمل زي تسليم او سبميت. اضغط على كلمة تاني وعلى كلمة موافق. كل سؤال هيجيلنا عليه ان انت بعد ما تخلص وتضغط التالي وتضغط ايه لو احتجت موافقة. تأجل سؤال وتجاوبه في وقت بعد كده في الامتحان، اضغط على كلمة تأجيل الإجابة واضغط على السؤال كلمة طبعا اللي احنا موافق. مش متأكدين منه بنضغط عليه تأجيل. تمام. بعد ما بنخلص بيجيب لنا الأسئلة أو تقدر عدد ترجع الأسئلة اللي للأسئلة احنا الموجهة أجلناها بإنك تضغط على رقم السؤال أو على رقمها، بيبقى مربع لونه ايه برتقاني كده. فخلاص لما احنا تخلص بنروح إجابات كل الأسئلة اضغط مجاوبين على عليه كلمة نهاية بعد ما الامتحان. بنجاوب على السؤال. بعد ما بنجاوب على السؤال اللي لونه مثلا ان احنا كنا مأجلينه لونه برتقاني، بعد ما بنجاوب عليه خلاص بيبقى لونه اخضر. تمام. بعد ما بنخلص خالص اخر سؤال بيجي عندنا لونه ازرق. طبعا احنا طبعا حلينه، من نخافش من اللون ده. خلاص احنا حلينه. بعد كده بنعمل ايه؟ انهاء الامتحان او تسليم الامتحان. تمام. تسليم الاختبار. بنعمل زي سبميت او انهاء الامتحان. تمام. وكده بالتوفيق ان شاء الله بيبقى الامتحان بيتسلم، بس بتجيلنا صورة بعدها في الجنب هنا. ماشي. بيقولك تم الانتهاء من الاختبار او تم تسليم الاختبار. تمام. واضغط على موافق. نكمل. طبعا ده الفيديو طبعا اللي هو بتاع الاختبار. لما بنيجي ندخل الاختبارات ده فوق كده ده فيديو الشرح. لما نيجي ندخل الاختبارات بندخل من العلامة الزرقاء اللي هي دخول منصة الامتحانات. ما بنخشش ولا من عند شرح التسجيل ولا تفعيل الحساب. شرح التسجيل ده بيجيلنا زي الفيديو. تفعيل الحساب بيجيلنا تفعيل حساب اوفيس. احنا فعلناه ودخلنا خلاص بندخل من هنا من منصة الامتحانات. لما نضغط عليها بيجينا بالشكل ده. تمام. ده وقت الاختبار بيجينا منصة الاختبارات الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. عندنا زي ما شرحت لكم من شوية الصفوف الأولى اللي هي صف أول وتاني وتالت ابتدائي، دول الصفوف الخاصة بملف الأنشطة. تمام. وطلاب الدمج اللي قلت لكم عليها. طبعا عشان نحمل الاختبار بندخل من كلمة إجراء امتحان بالشكل ده. هتجيلنا الصفحة كده. تمام. بندخل نسجل ايميل الطالب والباسورد بتاعه. ندخل عايزين يعني لما تيجي تخشوا تاني في الاختبارات بعد كده، هو ملف أنشطة لسنة أولى هي بس بينزل مرة واحدة لأن كل المواد بتبقى في ملف واحد. بيجيلنا باللغة العربية لو احنا عام أو حكومي يعني. بيجيلنا باللغة الإنجليزية لو احنا لغات. بعد ما بنخلص نكتب بريد الطالب وكلمة المرور بنعمل تسجيل دخول. تمام. بالنسبة للمراحل التانية، المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. طبعا لما نيجي ندخل عند المرحلة الابتدائية إجراء امتحان، برضو بندخل نسجل حساب الطالب بس. بنكتب هنا منصة الاختبارات اهي موجودة. بندخل من عند تسجيل حساب الطالب كده. وبالنسبة لنا أنا عشان مسجلة حسابات هنا بندخل بالشكل ده. تسجيل الدخول، نسجل بريد الطالب ونعمل التالي. وبعدها بيجيب لنا كلمة المرور الخاصة بالطالب. وبعدين بنعمل تسجيل وبيدخلنا على الاختبارات زي ما شرح في الفيديو. نفس الخطوات هنعملها في المرحلة الإعدادية لو طلاب إعدادي أو طلاب ثانوي. يا رب أقدر أكون فدتكم. ومعلش لو أنا بتكلم وصوتي مش واضح أو في حاجة، لأن أنا والله العظيم تعبانة، فمعلش تأخرت عليكم برضه في الفيديو. ولو عايزين تسمعوا الفيديو بتاع شرح التسجيل بالتفصيل خشوا على المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. هتلاقوها متسجلة على كلمة نظام الامتحانات. ممكن ما تفتحش مع ناس، تقفلوا المتصفح وتفتحوه تاني. ممكن تلاقوها موجودة على فكرة على التليفون عادي، بيفتح من على التليفون بس مش هيفتح كل الحاجات يعني. تمام. حاجة أخيرة، أنا قلت لكم البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج هنا اللي بنفتح من خلالها حساب ولي الأمر.
في حساب ولي الأمر بنقدر ندخل من خلال الميكروسوفت لو احنا مسجلين حساب ولي الأمر بميكروسوفت زي السنة اللي فاتت، أو بنقدر ندخل من حساب جوجل. بنلاقي حساب الطالب أو البيانات بتاعة الطالب نازلة معاها البريد الإلكتروني ورقم الجلوس. وبالتوفيق لولادي وبناتي يا رب، وإن شاء الله إن شاء الله يكون الاختبارات كويسة بالنسبة للجميع إن شاء الله. وده طبعا حساب ولي الأمر عندنا هنا. تمام. بنضغط على بنضغط هنا على قائمة الطلاب الدور الأول. طبعا احنا الاختبارات هتبقى نظام ترمين، ترم أول وترم تاني. لما بنضغط على قائمة الطلاب هيطلع لنا كل طالب وقصاده البريد الرسمي ورقم الجلوس. ياريت نحتفظ بالبريد الرسمي في ورقة علشان لو اتمسح من عندنا اي حاجة، عشان في ناس كتير تقولك ضاع مني رقم البريد الالكتروني وكلمة المرور للطالب، او نسيت كلمة المرور ومعايا البريد بتاع الطالب. كل ده لازم نسجله يا جماعة عشان ما ينفعش يضيع مننا الحاجات دي. وبرضو حساب ولي الامر لازم برضو نسجلها. تمام. عشان نعرف البريد الرسمي للطالب بندوس على استلام البريد الرسمي من هنا. تمام. وبعدين بناخد كوبي للبريد وبنسجله عندنا في مثلا في اي مكان، يعني وليكن بتبعتيه لنفسك على الواتس او اي شيء، او بتسجليه في ورقة وقلم، بورقة وقلم يعني تحتفظي بيه. لو محتاجة تفعلي الحساب ممكن تدوسي من خلال كلمة تفعيل، او يفضل بنقفل المتصفح خالص بنتبع خطوات التفعيل. تمام. اللي واقف معاه اي حاجة يكلمني عادي، مفيش اي مشكلة. لما بنضغط على كلمة تفعيل حساب الطالب المفروض بندخل مثلا كلمة استخدام حساب اخر ده عشان مسجلة ناس كتير عندي. بندخل هنا ناخد كوبي للحساب الطالب ونسجله هنا. تمام. وبعدها بنضغط التالي، وبعد ما بنضغط التالي بناخد كوبي برضو لكلمة ايجيبت هاشتاج ونسجلها وبنضغط التالي. بعد كده بيدخلنا على التفعيل اللي هو بنسجل من خلال رقم التليفون او البريد، بعد كده بنغير رقم المرور، كلمة المرور اللي هم بعتنها اللي هي ايجيبت، بنسجل كلمة مرور جديدة. تمام لغاية كده. برضو من ضمن التعليمات لازم نعمل طباعة للاستمارة، ماشي، نحتفظ بيها عندنا او نعمل لها سكرين فيها بيانات الطالب. تمام. بيكون موجود فيها برضو البريد الرسمي بعد ما بنفعله او بينزل بيبقى موجود فيها البريد الرسمي للطالب كلمة المرور الافتراضية اللي هي ايجيبت هاشتاج والخمس ارقام. يعني مثلا الطالب اللي معايا نزله بعد ما نزل رقم الجلوس نزله البريد الرسمي للطالب اهو. تمام. بيبقى قبل كلمة البريد الرسمي والخمس ارقام. تمام. وعندنا رقم الجلوس مثلا بينزل، ولازم نبقى محتفظين بالاستمارة دي. تنبيه اخير بقى يا جماعة، يفضل ان احنا عندنا ايميل ولي الامر هنا اهو، ماشي، نعمل له سكرين علشان لو حبينا نعمل باسورد جديد او الباسورد ضاع مننا، فاحنا لازم يكون معانا البيانات اللي هنا اللي موجودة بتاعت ايميل ولي الامر. فبنضغط على الايميل نفسه، ماشي، فبيجيب لنا البيانات الشخصية لولي الامر من خلال كلمة الملف الشخصي. فبيجيب لك كل حاجة انت مسجليها، اللي هو الاسم الاول لولي الامر، الاسم التاني، ورقم التليفون اللي احنا مسجلين بيه اللي هو مسجلينه من خلال انشاء حساب ولي الامر، ثواني كده، والرقم القومي، اسم الاول، الاسم الاخير، الدولة، السفارة، رقم التليفون اللي سجلناه، والرقم القومي. تمام كده. بالتوفيق لولادي وبناتي يا رب، أبنائنا في الخارج، ويا رب إن شاء الله يكون الامتحان كويس بالنسبة للجميع إن شاء الله. دعوة حلوة بقى كده من القلب لأني محتاجة دعواتكم جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متنسوش بقى يا جماعة، وما تبخلوش عليا بقى بلايك للصفحة، عشان ان شاء الله انزل عليها حاجات الايام الجاية باذن الله تنفعكم باذن الله وتنفع الجميع.